بعد ما اتخرج من كلية اللغة العربية بالأزهر اتعين الشيخ الشعراوي مدرس في معهد طنطا الأزهري بمرتب 10 جنيه، وكان بيدفع منهم 2 جنيه إيجار الشقة، والباقي ما كانش بيكفي أي حاجة، فكان بيستلف من صاحبه عشان يعيش. ووصلت الديون اللي عليه 355 جنيه، والمبلغ ده وقتها كان رقم كبير جدا. وبيحكي الشيخ الشعراوي عن الفترة الصعبة دي: في ليلة معرفتش أنام وفضلت قاعد أفكر هعمل إيه، وأمي خدت بالها إني سهران على غير العادة والهم باين على وشي، فقربت مني وقالت لي: مالك يا ابني؟ قلت لها: الهموم كتير يا حاجة، تعبان وأنا قلقان، والمعيشة صعبة والعيال عايزة مصروف والديون زادت عليا. أمه طبطبت على كتفه وقالت له: يا ابني ليك رب اسمه الكريم، قوم نام وأنا هدعي لك. وبيقول الإمام في مذكراته: الصبح أمي جت تصحيني وهي بتناديني بصوت عالي: قوم يا أمين قوم. الشيخ الشعراوي كان اسمه في العيلة أمين مش محمد. فقلت لها: خير يا حاجة، شفت لك في المنام رؤية حلوة. فقلت لها: خير إن شاء الله. فقالت: شفتك وأنت شايل قفة مليانة فلوس. فقلت لها وأنا بضحك: إيه الكلام ده؟ هي الفلوس بتتشال في قفة يا حاجة؟ فردت عليا وهي غضبانة: هي الرؤية فيها كذب؟ أيوة، قفة مليانة فلوس. وتدور الأيام ويسافر الشيخ الشعراوي إعارة للسعودية سنة 50 ومعاه أمه. وفي الفترة دي السعودية كانت بتتعامل بالنقد الحجري، يعني الفضة والذهب مش الفلوس الورق، وكان كل واحد رايح إعارة بياخد مرتب 3 شهور دفعة واحدة، و3 شهور تانيين أجرة السكن مقدما. الشيخ الشعراوي لما راح يصرف المبلغ ده من الخزنة اتفاجئ إنه فلوس فضة ومحطوطة في قفة. وبيقول عن اللحظة دي: خدت القفة وطلعت على البيت وناديت على أمي ووريتها الفلوس، وبعدين قلت لها: فاكرة الحلم بتاعك، فاكرة الرؤية بتاعتك ليلة ما كنت تعبان وزهقان وقلقان وبشكي من المعيشة الصعبة؟ فقالت: فاكرة يا ابني يوم ما قلت لك إني شفتك في المنام وأنت شايل قفة فلوس. فقلت لها: آدي القفة وآدي الفلوس. وبعد ما ربنا فتحها في وش الشيخ الشعراوي وكرمه من وسع، مراته الست أم سامي ماتت، وفضل متأثر مدة طويلة جدا. مش اعتراض على قضاء ربنا، لكن زي ما بيقول: لما بشوف العز اللي أنا فيه بفتكر زوجتي المرحومة الست أمينة، شريكة عمري اللي شاركتني حياتي وأنا فقير، وضحت كتير عشاني وعشان العيال. أنا حزين قوي عشان مش مشاركانا في كرم ربنا والقصر اللي أنا عايش فيه أنا والولاد. رحم الله الإمام وجمعنا به.